ارتفاع سعر السولار وتثبيت البنزين. لجنة التسعير تصدر تعريفة أسعار الوقود. قررت لجنة التسعير التلقائية للمنتجات البترولية الأربعاء 3 مايو خلال الاجتماع الثاني من عام 2023 زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8 جنيه و25 قرش اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الخميس 4 مايو الجاري. وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه: البنزين 80 عند 8 جنيه 75 قرش للتر، والبنزين 92 عند 10 جنيه 25 قرش للتر، 95 عند 11 جنيه و50 قرش للتر. وتثبيت سعر بيع طن المازوت غير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن. يأتي ذلك بعد قرار اللجنة برفع سعر البنزين في اجتماع الربع الأول من 2023. يشار أن اللجنة تجتمع ربع سنويا لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، حيث أوضحت اللجنة أن التعديلات جاءت في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. توقعات بانخفاض أسعار الطاقة عالميا. قال الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا أن البنك الدولي توقع أن تنخفض أسعار الطاقة عالميا بنسبة 26 خلال العام الجاري، فضلا عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 22 و 23. أسعار البنزين والوقود تتلقى أعلى معدلات دعم بالموازنة. وأضاف حافظ أنه لا تزال أسعار الوقود والغذاء تتلقى أعلى معدلات دعم ضمن سلة الخدمات المدعمة التي تقدمها الحكومة، مما يعني أن انخفاض أسعار الوقود عالميا سيخفض قيمة الدعم ويقلل عجز الموازنة. وأوضح أن بداية انخفاض العجز في الميزان التجاري من المتوقع أن تكون بدايات الاستقرار وانخفاض الإقبال على الذهب، لافتا إلى أن هذا التراجع العالمي إن لم يخلق تراجع في السوق المحلية فإنه على الأقل سوف يخلق استقرار. وبحسب آخر توقعات البنك الدولي من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن بلوغ سعر الخام برنت في المتوسط 84 دولار للبرميل هذا العام، منخفضا بنسبة 16% من متوسط عام 2022.